شيماء ردمتنا في الربيع وهبة قرفتنا في الشتاء، أقصد العواصف طبعا. بس ليه سموهم بأسامي ستات؟ هو احنا ناقصين؟ وتفرق ايه هبة من شيماء؟ زمان في جزر الهند الغربية في القرن ال19 كانوا بيسموا العواصف والأعاصير بأسامي قديسين، يعني رجالة، زي إعصار سانتا آنا اللي ضرب بورتوريكو سنة 1825، وفيليبي الأول وفيليبي الثاني. أمال إيه بقى اللي جاب سيرة الستات؟ هو الراجل ده الكاتب جورج ستيوارت لما كتب روايته تحت اسم ستورم أو عاصفة سنة 1941، وده كان بالظبط اسم بطلة الرواية اللي كانت على طول مزعببة. ومن وقتها فكروا خبراء الأرصاد إنهم يختصروا الأسامي، بقوا يسموا الأعاصير والعواصف بأسامي ستات، زي دانا في أسبانيا في 2024 اللي خدت معاها 95 واحد. وفي نفس السنة حصل إعصار هيلين في الولايات المتحدة وخلصت على 215 شخص مرة واحدة، وكمان سببت قطع في الكهرباء قعد أسبوع في 6 ولايات منهم فلوريدا وفرجينيا وجورجيا. مش سهلة هيلين خالص. وكلكم وكاترينا كوم كاترينا، والله حاسه اني بتكلم عن الفوركاتس. اعصار كاترينا ده بقى كان في 2005، ضرب خليج المكسيك وجزء من امريكا الجنوبيه والولايات المتحده، وراح فيه اكتر من 1800 شخص. ومن خطورته اتصنف انه اكتر الكوارث الطبيعيه تكلفه في تاريخ الولايات المتحده. اما في 2022 نيكول كانت مشرفه في امريكا، فسببت فيضانات مفاجئه في شرق وادي اوهايو ووسط المحيط الاطلسي ومنطقه نيو انجلاند، وجابت اكتر من بيت على ساحل فلوريدا على الارض. وفي نفس السنة كان في إعصار فيونا في بورتوريكو اللي تسبب في فيضانات وقطع الكهرباء عن 1.5 مليون بني آدم. وفي أغسطس 2021 ضرب المكسيك إعصار نورا، وده كان بيخلع الشجر من جذوره، ما بالك بقى بالناس، وتسبب في قطع الكهرباء كلها عن المكسيك بنسبة 75%. وطبعا ما ننساش إعصار ساندي في 2012 لما مية المحيط الأطلسي هجمت على المدن ووصل ارتفاع الفيضان لأكتر من 4 متر. وقتها أكتر من 650 ألف بيت اتدمروا بالكامل، والناس لقت نفسها في الشارع في عز البرد. وبالنسبة للخسائر فوصلت لحوالي 70 مليار دولار، والأول مرة كانت بورصة نيويورك تقفل يومين ورا بعض بسبب الجو، وكل ده بسبب إعصار ساندي. ربنا يكفينا شره ويحفظنا ويحفظ الجميع. وكفاية علينا قوي هبة وشيماء.